سنه وانت طيب يا استاذ محمد. النهارده في مهرجان فتافيت السكر بعنوان اهلا شهر الصوم في مكتبه مصر الحديثه بالدقي على ضفاف النيل. معانا لقاء مع الشاعر الكبير الاستاذ صديقي الحبيب الاستاذ محمد المصري اللي دعانا صراحه للندوه الجميله جدا جدا دي. اهلا وسهلا بحضرتك. اشكرك دكتور مجدي، وانا سعيد ان انا شفتك النهارده واحنا على ضفاف النيل الخالد بنحضر ندوه اهل رمضان في مكتبه مصر العامه. فانا سعيد بيك وربنا يبارك فيك وكل سنه وانت طيب. حضرتك طيب يا فندم، والله انا اسعد باللقاء النهارده صراحه. يعني مش عارف اقول لحضرتك، يعني اللي جاي مخصوص عشان ما جيتش الندوه بتاعت امبارح، انا مخصوص عشان اقابل حضرتك اولا واسمع بقى الشعراء الجمال الصغيرين دول. يعني صراحه حاجه ابداع وحاجه جميله جدا. ايه راي حضرتك في الشارع اللي يارا دلوقتي؟ لا، اولا يارا شاعره متميزه رغم سنها الصغير ده، لكن هي شاعره واعده، وهي بتلقي الشعر. شايف حضرتك وانت بتعمل لقاء معاها، انا استمتعت وهي بتلقي شعرها ما شاء الله عليها، ربنا يحفظها يا رب ويبارك فيها. صراحه الكلمات بتاعت الاستاذ احمد كلمات رائعه، وهي البنت قدمت الشعر بطريقه رائعه جدا 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 متميزه. ربنا يبارك فيها يا رب وفي والديها اللي هم بينموا هذه الموهبه فيها. نتمنى ان كل بناتنا واولادنا الصغيرين ان هم ينموا موهبهم دي. شكرا لحضرتك، وان شاء الله لقاء جديد مع حضرتك ان شاء الله. شكرا دكتور مجدي وربنا يبارك فيك، وكل سنه وانت طيب. كل سنه وحضرتك والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده. كل سنه وحضرتك والامه الاسلاميه بخير. كان معكم دكتور مجدي الناظر، جريده بوابه عاجل مصر وراديو صوت الدين. السلام عليكم.